بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام عاشور ينقذ رقبة كولر. إمام عاشور النهاردة بيقول لكولر أخليك تستمر شوية كمان. كولر بيفتي، كولر بيعق، ولكن ربنا يعني عالم إن جماهير الأهلي بتموت بره، سواء وهي بتتفرج على المباراة او الناس اللي في الاستاد بيموتوا حرفيا. الشوط الاولاني عك في عك، اقل فرقة في المجموعة بتاعت افريقيا وحتى في الكونفدرالية ونازل يلعب ب7 مدافعين. ده يرضي ربنا؟ ده انت بتعك عك ما شفتوش. وبعد كده حتى كمان في تغييراتك كريم ندفد اللي بقاله كام شهر ما لعبش تطلع السولية وتلعبه، مع ان السولية النهارده كان افضل واحد في ال3 بتوع نص الملعب. في اول المباراة عامل لك 2 اسيست، واحدة لوسام ابو علي والتانية لامام عاشور انفراد، ورغم كده بتطلعه وتلاعب واحد بقاله يجي 4 شهور ما شفناهوش. فانا مش عارف ايه العك اللي انت بتعكه ده. وبعد كده بتطلع كريم الدبيس اللي عامل لك اوفر الماتش اللي فات نموذجي وعالمي. طب ما تخليه يابا ياخد الثقه طالما يحيى عطيه الله مش موجود. ولكن قام جاي مطلعه وملاعب الموهبه باك ليفت. طب الموهبه اصلا مش شايف الشوط الاولاني، وكان من اسوأ اللعيبه اللي موجوده في الملعب الشوط الاولاني، وهو اللي المفروض كان يغير. وسيب كريم الدبيس دي حتته بقى، يحيى عطيه الله هيقعد شهرين. ادي للراجل ياخد الثقه ويركب بقى ويبقى عندك باك ليفت. ولكن بيعق وهي ماشيه معاه. دخل جون في النادي الاهلي، انا شايف ان هي ادم هي مش غلطه حد. يعني هي الراجل بيستلم وقت ما استلم ياسر ابراهيم الزحلق فلما الزحلق ادى افضليه للراجل يبص على الجون ويستلم براحته ويوجه الكره ار2 في البعيده للشناوي ولا يسأل عنها الشناوي. ده ابرز حاجه في الشوط الاولاني. بعد كده ما شفناش لا الفرقه ولا النادي الاهلي، لا دول ضيعوا ولا دول ضيعوا. يمكن في كوره للفرقه في قبل الهدف ما يجي اللي هي دربكه والراجل حطها بدماغه والشناوي طلعها، بس برضو يعني واحده تانية برضو اللي هي بتاعت وسام ابو علي اللي اتعمل بالعرض وحطها وجت في رجل الجون. يمكن دولت ابرز حاجه في الشوط الاولاني. الشوط الاولاني بقى لما رجع لصوابه، مش هو اللي رجع، ده سامي قمصان وهو قاعد معاه بيتكلم قال له لازم قفشه نجم المباراه الماتش اللي فات، وكان المفروض هو ياخد رجل المباراه الماتش اللي فات، لان هو اللي كان كسب الاهلي الماتش اللي فات. واخد بالك؟ جه النهارده قعده بانهي حال من الاحوال. يعني انت بتلاعب اقل فرقه في المجموعه كلها وفي افريقيا كلها. قفشه ينزل يظبط لك الملعب، يحط لك اسيست زي ما حط كده لامام عاشور وحط لاسامه ابو علي وحط لحسين الشحات. فانت بتقعده على الدكه وبتلاعب 3 شبه بعض، فلازم يحصل اللي بيحصل ده. وخلي بالك انت ربنا بيعديك من كل مره ان انت بتعك الشوط الاولاني، ولما بترجع وبتنزل اللعيبه اللي هي المظلومه اللي هي مغلوبه على امرها هي اللي بتشيلك وهي اللي بتخلي شكلك حلو. فلما نزلت قفشه قلب لك المباراه كلها. استحوذت، ضغطت الفرقه لغايه ما جبت الجون الاولاني، ضغطت الفرقه لغايه ما جبت الجون الثاني، وبعد كده امام بيجيب الجون الثالث في اخر ثواني من المباراه عشان يخلي شكلك حلو ويخلي الناس بقى اللي هي ايه بتقعد تطبل وتزمر كسبنا 3-1. انت بتلعبوا اقل فرقه في افريقيا، بتلعبوا اقل فرقه في افريقيا. والله العظيم فرقه لو بتلعبك عن نص القوه بتاعت الفرقه دي، يعني لو فرقه واقفه على رجليها كويس يعني اعلى من الفرقه دي بنص المستوى هتكسب النادي الاهلي. فحظه الحلو ان في الدوري سموحه ودلوقتي اخر فرقه في البطوله. فطبعا هنقول مبروك للنادي الاهلي ان هو كده ضمن بنسبه مثلا 80%، بس لسه في قلق. بالمستوى ده لازم تخاف، بمستوى النادي الاهلي وكولر لازم تخاف. ليه؟ لان لو النهارده بكره شباب بلوزداد كسب بقى له 9 واورلاندو بقى له 8 والاهلي 10، فتيجي الماتش اللي هو اللي جاي
لو الاهلي ما كسبش اورلاندو هتبقى مشكله. يعني يكسب او يتعادل، ولو لعب على التعادل هيخسر، لان اورلاندو هيبقى عندها 9 بونت، يبقى هتيجي تلعب على المكسب. يعني ان هي هتيجي تلعب مفيش حاجه فارقه معاها غير ان هي تلعب على المكسب، لان التعادل مش في صالحها وطبعا الهزيمه مش في صالحها، فهي طابت يا 2 عور، فهيجوا هيهاجموا. لو كسبوا هيبقوا 11 بونت والاهلي 10 بونت، وشباب بلوزداد اكيد هيكسب الفرقه الميته دي اللي هي استاد بلوزداد. هتكسب استاد ابيجان ده، هتبقى ساعتها 12 بونت، هتبقى اول مجموعه. ولو الاهلي خسر هيبقى تالت مجموعه، يبقى بره. فبرضه الدنيا لسه متشبكه. ادعي بقى ان بكره بلوزداد يتعادل او يخسر، عشان يبقى انت كده صعدت وارلوندو تبقى صعدت معاك. فلسه الكرة بكره في اقدام اورلاندو وشباب بلوزداد. انا بصراحه مش مطمن الا اذا يعني ان بكره حصل تعادل او هزيمه لشباب بلوزداد، يبقى في الحاله دي مبروك للنادي الاهلي ومبروك بقى لاورلاندو. غير كده الدنيا لسه متكعبله يعني. لان اللي خوف كل ده مستوى النادي الاهلي، اللي هو لغايه دلوقتي مش جايب، لا واقف على رجله بدنيا ولا فنيا ولا تكتيكيا، ولا تحس ان الراجل عمال يطير اللعيبه اللي هي واقفه على رجليها. يعني زي مثلا قبل كده قلنا بيرسي تاو، وقبل كده قلنا ده الفتره دي ورضا سليم وقفشه، اللي هم الثلاث لعيبه اللي هم بيعملوا فرق، فانت كنت مطيرهم وبعدهم نفسيا. فربنا يستر الفتره اللي جايه دي ويكرم بقى بكره ان شباب بلوزداد يتعادل او يخسر، عشان نريح القصه دي والمجموعه كلها ترتاح. هرجع واقول نجم المباراه النهارده على حق امام عاشور، يستاهل النهارده، يعني مركز، متهيألي ان هو حاسس بالمسؤوليه بعد الضغط اللي حصل عليه اهو. دي بدايه بقى يا عم امام ان انت تفوق نفسك وتبقى الماتشات اللي جايه فرس الرهان بالنسبه لفرقه النادي الاهلي. وعشان يعني لو فضلت على كده والمستوى بيزيد، اعتقد ان حسام حسن هيضمك يعني هتبقى عوده حلوه بالنسبه للمنتخب. فشد بقى، ودي بدايه كويسه، 3 اجوان وهاتريك ونجم المباراه وراجل المباراه. فاعتقد بقى اعقل بقى شويه كده وفكر شويه في الملعب عشان ترجع لمنتخب مصر وتشيل النادي الاهلي الفتره اللي جايه، ما يبقاش بتمشي على سطر وتسيب 10 سطور. خدها مني، دي بدايه الفوقان، استغلها واستغل ان انت جبت 3 اجوان يفوقوك الفتره اللي جايه دي كلها، وركز شويه في الملعب. اعتقد ان انت هترجع لمستواك اللي كان الناس عارفاه. مبروك للنادي الاهلي، بس مباراه عقيمه من الفرقتين، مفيش اي لمحه ان انت تقول غير الاجوان اللي جت. بعد كده مفيش بقى لمحات، لا تكتيك ولا باص. يعني انا امبارح مثلا بتفرج على ماتش سيراميكا وطلائع الجيش، القندوزي عمل هات وخد مع 3 4 لعيبه على ال 18، ضربوا بيها نص الملعب والديفنس في حوالي 5 متر، والقندوزي جاب جون عالمي. هي دي بقى ده التكتيك بقى، اللي هو الحاجات اللي هي بتحصل في التمرينات اللي هي بتطبق على ارض الواقع. ما بنشوفش الحاجات دي في النادي الاهلي بصراحه. فالنهارده ما كانش فيه اي حاجه من الحاجات دي. ما فيش بسطين على بعض ان انت تقعد تقول الله او يا ولد او يا، ما فيش الكلام ده، الا لما قفشه نزل شويه بقى يسلم في الرجل، اللي هو التسليم اللي هو العادي يعني. يلا مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله بكره تخلص على خير وبلوزداد يخلص لنا القصه دي، وعشان بعد كده بقى الدنيا يبقى فيها فوقان. اشوفكم في فيديو باذن الله بكره بعد ماتش الزمالك. بالتوفيق ان شاء الله وللفرق المصريه كلها، ومبروك النهارده البيراميدز صحيح، مبروك ضمن التاهل عن جداره، وعقبال المصري مع نادي الزمالك، وان شاء الله تبقى ال4 فرق مصريه موجودين في البطوله الافريقيه. السلام عليكم.
ده طبعا تعليق رضا عبد العال زي ما حضراتكم سمعتوا بعد فوز النادي الاهلي على استاد ابيجان بثلاثيه، وعوده النادي الاهلي بعد ما كان مهزوم 1-0، والهاتريك بتاع امام عاشور. طبعا يا رضا عبد العال النهارده بيهرف نفسه جامد جدا عشان النادي الاهلي قدر ان هو يكسب. كان نفسه ان الاهلي النهارده يخسر، لكن طبعا هو طلع النهارده هاجم بقى كولر وهاجم اللعيبه وحتى ما مدحش في امام عاشور يعني، ولا قال امام النهارده كان نجم المباراه، ولا قال ان هو رجع النادي الاهلي تاني. يعني بيبان غله جدا من امام عاشور من النادي الاهلي. وطبعا قال ان النادي الاهلي لسه برضه ما صعدش من المجموعه بتاعته، وهو طبعا من جواه بيتمنى ان النادي الاهلي يخسر المباراه اللي جايه مع اورلاندو، وبيتمنى خروج النادي الاهلي. فهو النهارده معلش اكيد طبعا كان بيتفرج على المباراه وبيعرف نفسه جامد، وكان فرحان لما النادي الاهلي النهارده كسبان ما كان مغلوب 1-0. طبعا امام عاشور احبطه النهارده لما جاب الهاتريك وكسب. فالنهارده امام عاشور رد على رضا عبد العال وعلى مرتضى منصور النهارده ان امام عاشور هو فعلا نجم المباراه بتاعت النادي الاهلي النهارده. وبنبارك للنادي الاهلي على فوزه، وباذن الله النادي الاهلي يتصدر المجموعه ويصعد، وهنكيدك يا رضا عبد العال باذن الله. يا ريت حضراتكم بعد ما سمعتوا تعليق رضا عبد العال على مباراة النادي الأهلي واستاد أبيجان متنساش تقولوا لنا تعليقكم على كلام رضا عبد العال، وهل هو فعلا فرحان للنادي الأهلي ولا زعلان من جواه. وما تنسوش بالله عليكم تشتركوا في القناة عشان يصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.